السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنجهز شوية بسلة كده، نشيلها في الفريزر. شايفين البسلة؟ اللهم بارك، جميلة جدا جدا، اللهم بارك، ومسكرة، حلوة قوي. نخزن حبة. دي انا عملتها كده، انا بختصر لكم والله الفيديو، مش بحب تملوا مني وكده. البسله اهو، عشان محدش بس يقول ان انا جايباها جاهزه مفصصه يعني. انا مفصصاها. خلصت الكميه كلها. البسله يعني انا من زمان، حتى من قبل ما افتح القناه ولا اي حاجه. كان حد قال لي يعني من الناس اللي هي بتبيع البسلة دي، ما تخليش المية تلمسها خالص خالص، لان دايما بحس ان هي بتبذر كده في الفريزر، زيها زي النابت، بتنبت كده. فقالوا لي ما تجيبيش مية خالص خالص، هي متى لما تغسلوها لازم تنشف كأنها المية ما لمستهاش. فانا بصراحة بقيت افصصها بالشكل ده، وبعدين اعبيها من غير ما اغسلها خالص خالص، وزي الفل ما فيهاش اي حاجه ونظيفه. انا قبل ما افصص بشوف لو في اي حاجه في البسله كده، ورقه مش عارفه ايه، بشيلها وافصص على نظافه كده وتبقى زي الفل. بحطها في الفريزر، ولما اجي اطلعها بغسلها غسله حلوه. مش بتطلع طبعا اي حاجه، هي نظيفه. ولكن لما بنشيل الحاجه فيها ميه، الميه دي بتبقى تلج حوالين البسله، ف بتبوظها يعني، بتخليها طعمها مش حلو بعد كده. طبعا مش كل الخضار اللي بيتخزن ما نغسلهوش، لا، في زي البسله كده، انما اي حاجه تانية هينفع ننشفها قوي قوي. البسله بيبقى صعب ان هي تنشف من الميه عشان حبايتها صغيره يعني. طبعا انا ما كترتش. هي البسله طبعا مش بتحط كتير، الكيلو تقريبا بحط نص كيلو. والكميه اللي انت عايزه تخزنيها وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلعنا منها الهواء تماما. والحبه دول صغيرين شويه، هنخليهم لشوربه خضار، ولا نستخدمهم في حاجه خفيفه يعني كده. انما بقيه الكياس عاملاها الوجبه يعني. الكميه اللي انت عايزه تعمليها. ويا رب حبايبي الطريقه تكون عجبتكم، سهله وبسيطه، وانا بجربها بقالي كذا سنه بصراحه، وجميله جدا، وكل لحظه وانتم بالف خير. خلصنا احنا كده البسله، وهنعمل حاجه كده سريعه معاها عشان الفيديو صغير قوي. آه معايا هنا كوباية عدس، معايا بيضتين، معايا هنا كزبرة ناشفة، كمون، فلفل، معايا ملح، ومعايا فانيليا. وهنعمل وصفة كده مع بعض. هنا حطيت البيض، وهنحط ربع كوباية زيت، مش كتير. وهنضيف كمان معانا هنا علبة زبادي، زي ما انتم شايفين كده. ده الترند بتاع الكيك بتاع العدس. عايزه اقول لكم، انا قلت اجربه معاكم، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. حطيت هنا فانيليا عشان زفاره البيض، ومعلقتين خل. زي ما اتفقنا، اساسي في كل المعجنات بتاعتي لازم بحط الخل. الوصفه على النت بيعملوا العدس من غير ما يتنقع، فانا حسيت انه هيبقى صعب قوي يعني، حتى لو اتضرب في الخلاط مش هيبقى. برضو حاسه ان هيبقى في حاجه مش مظبوطه فيه. فانا نقعته كده حبه ساعتين مثلا، و يعني بقى طري يعني، غير الاول ضربتهم كويس قوي قوي في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وهندهن الصينيه بتاعتنا زيت او سمنه، والمفروض تبطنيها كمان ب حبه دقيق، زيها زي الكيك اللي بتعمليه العادي خالص. انا للاسف هنا ما بطنتهاش، و يعني هنحط كده ونجرب ونشوف مع بعض. آه، بصوا الكميه دي، انا بصوا القوام بتاعها مش مش تقيل قوي. ولو حسيتي ان بعد ما تضربيها عايزه معلقتين دي، حطي لها معلقتين دي. لو حسيت ان القوام خفيف قوي. الكيك ده ترند يعني، شفته كتير قوي على النت، وقلت اجربه معاكم. هنحط على الوش بقى، عايزه تحطي حبه البركه، عايزه تحطي، انا حطيت نصها حبه البركه ونصها زعتر.
عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا جدا جدا، يعني جربوها ريحتها حلوه فعلا. ده بالنسبه للناس اللي بتعمل دايت هيبقى حلو قوي. آم، يعني بدل الدقيق حاطين العدس. هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الحبيب، ما تنسوش فضل الله ليس امرا تدوسوا على لايك انتوا بتتفرجوا. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم انا حطيتها في الفرن، وبنتي الصغيره ما تعرفش ان انا حطاها في الفرن، فتحت عليها فهبطت، لكن للامانه كانت عاليه قوي قوي وكده برضو حلوه، يعني مش هقول لكم ان هي وحشه يعني، لا جميله جدا. هنقطعها مع بعض. وما شاء الله ريحتها حلوه قوي قوي قوي. هتلاقوها طبعا. بصوا بس ناخد بالنا مش بتبقى هشه من جوه زي الكيك اللي هو دي. بصوا هي حلوة وطعمها حلو قوي قوي قوي، بس من جوه بتحسي ان هي مش فيها فراغات كده زي الكيكة اللي هي بتبقى هشة قوي، ولكن طعمها حلو ومش مكتومة. اللي اقصده ان هي بتبقى طرية قوي من جوه، مش عادين ولكن طرية. طعمها حلو قوي وريحتها حلوة قوي قوي. لا وصفة بصراحة تستحق التجربة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، وفيديو النهاردة يكون عجبكم. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.